بخطف شنطه ذهب مني في سنه 96. عماد كودك، هو انت فين النهارده؟ احنا النهارده في ميدان الجامع، من اشهر المحلات الموجوده مجوهرات ملاك، في برنامج اصل الحكايه. انتظروني يوم الخميس، يلا بينا. الكينج الكبير قوي زي ما بيتقال عليه في ميدان الجامع، مش انا اللي بقول. جايب لكم النهارده قصه كفاح اكتر من 40 سنه، فعلا لازم تتوثق في اصل الحكايه. يلا بينا نعرف الحكايه مع الخواجه سامح. يلا بينا. خواجه سامح، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا عم؟ النهارده في اصل الحكايه عايزين نعرف العملاء مين الخواجه سامح. قصه الكفاح اللي بقى لها يا جماعه اكتر من 40 سنه، قصه كفاح فعلا لازم تتوثق في برنامج اصل الحكايه، وعايزين نعرف الفروع بتاعت حضرتك مكانها فين. اصل الحكايه يا عمان ان انا جيت هنا القاهره، انا من المنيا اساسا، وجيت القاهره في الثمانينات. اشتغلت بياع في محل، وبعدين طلعت ابونيه بوزع شغل المحلات، وبعدين فتحت محل في شرم الشيخ، وبعدين سافرت الاقصر واسوان مراكب وسياحه، بنوزع فضه وذهب والماس. وبعدين رجعت تاني لمصر الجديدة وفتحت محل في سنة 2004 نفس الشارع اسكندرية. وبعدين في سنة 21 خدت محل لابني في صلاح الدين 6 شارع اسماعيل رمزي. وبعدين خدت المحل ده تاني بقاله حوالي 2 3 ده تالت سنة فيه. الشارع اسمه ايه اللي احنا فيه؟ ده شارع اسكندرية. شارع اسكندريه. 12 شارع اسكندرية. مجوهرات ملاك. مجوهرات ملاك في اصل الحكايه، خليك معايا. وزي ما وعدتكم دايما لازم اجيب لكم اسرار، وهنا سر الكينج، كينج ميدان الجامع. طب يعني ايه كينج ميدان الجامع؟ طب ما تيجي نعرف من خواجه سامح يعني ايه كينج ميدان الجامع؟ والله هي كلمة كينج دي اطلقت علينا هنا. لو في مشكلة مع حد بنقدر نتدخل نحلها. فيعني الوساطة في الخير، كله في الخير. في الخير. الكبير كبير برضه، كينج برضه. الله يخليك، شكرا. فقرة ضرب نار وصلنا لها دلوقتي. معايا كارت فيه سؤال، السؤال ده للمواجهة بس. طب الخواجة هياخد السؤال هيقراه، عايز يجاوب عليه هيجاوب عليه ويبقى قد التحدي. طب لو مش عايز يجاوب عليه هيمسك الكارت ويقفله. موافق؟ موافق. اتفضل. يا عماد، الموضوع ده قديم قوي. شفت احنا بنعرف الاسرار بقى. جبته ازاي ده؟ محدش كتير يعرف يعني من الجيل دلوقتي. شيخ الحاره بقى هو اللي بيجيب الاسرار دي. لا هجاوبك على السؤال. يلا عايزين نعرف بقى، اقرا لنا السؤال الاول وجاوبه لنا. سؤال ده حقيقي. اتخطفت مني شنطة في ميدان الجامع هنا، كنت طالع بوزع وخارج من محل كنوز حاج فكر الباز، وانا خارج موتوسيكل جه من ورايا خطف الشنطة. كانوا 2 على الموتوسيكل، ما شفتش وشهم يعني، جم من ورايا وخطف الشنطة. شايف الشنطة بس بتتحط بين الولدين، وبقي ظهرهم ليا والموتوسيكل جريت وراهم لغايه اخر الشارع. كان قدام الناس كلها، عملنا محضر في اسم مصر الجديده وفي مديريه الامن. الحقيقه ما فيش حاجه رجعت، بس الحمد لله ربنا كفانا وعوضنا، اشتغلنا واجتهدنا. اولا الشنطه دي ما كانتش بتاعتي كلها، كان ليا فيها كيلو او كيلو ونص. سنه 96 كان كل ما املك. وبعدين تعبنا شويه، طبعا دروب قوي. الناس كان ليها عندي، فراحت انا لما دخلت الاسم قلت ده حاجتي وحاجه ناس. قال لي حاجتك مقدور عليها، نشوف حاجه الناس. عملوا له محضر، يعني انا رايح، حد كان واقف ورايا بعربيه 28 جري. طلعت لغايه اخر الشارع، لقيت كان في ضابط بيقف في الميدان بموتوسيكل. كل فكري ان انا هجري عليه اقول له الحقني الموتوسيكل ده الشنطه خطفه بعض. رحت ما لقيتوش. تاكسي جاي راجل كبير ركبته وقلت له شايف الموتوسيكل اللي قدامك دول خاطفين شنطه مليانه دهب، اخبط الموتوسيكل وانا اديك اللي انت عايزه. الراجل وصلني لغايه اخر الشارع، هم دخلوا شمال عكس، ولازم العربيه تخش يمين. الراجل قال لي انزل. نزلت، كان في واحد ومراته بعربيه 28 ورانا. قال لي انا شايفك وشايف الشنطه، تعالى اروح معاك القسم نعمل محضر.
دخلنا عملنا محضر. يعني الحقيقة ما فيش حاجة رجعت، بس تعبنا شوية وكافحنا والناس صبرت علينا، واخد بالك، لغاية ما سددنا حاجة الناس وربنا عوضنا واشتغلنا. وكانت نقطة بداية جديدة. أكيد أكيد. وربنا عوضك. ربنا عوضنا أكيد طبعا. متشكرين على المواجهة ومتشكرين إنك أنت قدرت تجاوب السؤال ده. ربنا يخليك. وفكرناك بحاجات أليمة شوية. لا لا. بما إن إحنا النهاردة في ميدان الجامع، دايما مش هقدر انسى العملاء، فلازم اخدم العملاء. بما احنا موجودين النهارده يا خواجه، عايزين نعمل بقى خصم للعملاء، خصم بمناسبه البرنامج ان هو موجود النهارده في ميدان الجامع. تحب تدي خصومات ايه؟ أكيد طبعا هنعمل خصم، هندي خصم للعملاء بتاع محلات ملاك في خلال أسبوع من عرض البرنامج 50% على الألماظ و25% من المصنعية في الذهب. ده عشان خاطر اصل الحكايه. عشان خاطر أصل الحكاية. ودلوقتي وصلنا فقره الكومنتات وفقره الشكاوي. بيجولي ناس بيسالوني ليه مفيش سبايك في ميدان الجامع؟ دايما ميدان الجامع مفيهوش سبايك. فاحنا النهارده عايزين نعرف هل في سبايك في ميدان الجامع ولا لا في مجوهرات ملاك؟ أكيد في سبايك. في سبايك؟ في فين سبايك. السبايك؟ ايه ده؟ دي موجوده سبايك اهي قدام عينيا يا جماعه، ما حدش يقول ما فيش تاني، السبايك موجوده. سبايك من 5 جرام ل 10 ل 20 نبين بس 31. للناس اهي السبايك اهي، اهي السبايك اهي 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 شايفينها كده اهي، سبايك اهي، سبايك اهي، سبايك اهي، سبايك اهي. استلام فوري صح؟ استلام فوري فوري ولا بعد شهر؟ لا كله فوري. كله فوري. ما بديش حد مواعيد. يا جماعه انا واقف دلوقتي اهو قدام عينيا سبايك استلام فوري مجوهرات ملاك ميدان الجامع شارع اسكندريه في اصل الحكايه. خليك معايا. وفي ميدان الجامع مجوهرات ملاك واسرار عن الذهب عيار 18 عيار 21 مصري ايطالي. عايزين نعرف بقى ايه الذهب اللي عندك والعملاء برضه عايزين يعرفوا. حقيقي احنا المعروضات بتاعتنا 18، المشغولات كلها 18 ودايما الماظ، ودايما بنجري ورا الموديلات الجديده اذا كان في المصري او في الايطالي. ده اللي بيميزنا ان احنا بنطور شغلنا على طول. احدث الموديلات بنجيبها من بره او من الشركات هنا. كمان شغالين مع الشركات اللي هي ايه، الشركات المحترمه اللي هي بترجع الشغل بتاعها بالفصوص. نكتب للزبون عند الرجوع بالفصوص بتاعه. ده في المصري. الشغل المستورد دايما بنجري ورا الجديد، ماركات، شغل احدث موديلات ما تلاقيها موجوده عندنا ده اللي مميزنا هنا في ميدان الجامع. وده يعتبر اللي بيميزك في المنافسه. اكيد طبعا. الناس كلها محترمه والناس كلها كويسه، بس اللي بيميز محل عن محل عرضك وطريقه شغلك وبضاعتك. وهنا هنكمل السؤال، خدمه ما بعد البيع. خدمه ما بعد البيع في مجوهرات ملاك، يعني لو حد جالك باسوره، حد جالك بخاتم من عندك واتكسر مثلا، ايه اللي ممكن تعمله له؟ ممكن اصلحها له، ممكن اغيرها له ونقي حاجه تاني. ولو هو ختم من فتره قريبه ما بخسروش حاجه في المصنعيه. انا غيرنا، ده اللي بيميزنا هنا في محلات ملاك، بنخاف على العميل بتاعنا. وصلنا دلوقتي فقره سوق الذهب. سوق الذهب في مدينه العبور اكتر من 200 محل ذهب، سمعت ايه عنه وايه رايك؟ انا سمعت عنه من اعلانات حضرتك في البرامج بتاعتك. هو طبعا هيبقى سوق متكامل، الزبون هيجي هيلاقي كل جمله وقطاع وتجزئه. طبعا هيلاقي اللي هو عايزه، بيوفروا للزبون كل حاجه هناك، ويبقى في عرض كبير. فكر متميز شبه اللي بره. اكيد طبعا، اكيد اكيد. فرايك ايه كحاجه زي كده كان تحصل في مصر؟ جميله طبعا، ونفكر في الموضوع ده هناك. اشجعك. ان شاء الله. يعني في اصل الحكايه خليك معايا. وفي اصل الحكايه زي ما اتعودنا دايما في نهايه اللقاء ان الضيف هو اللي بيختم الحلقه. بنشكر طبعا برنامج اصل الحكايه مع الاستاذ عماد كودك اللي شرفنا النهارده وجه في ميدان الجامع محلات ملاك. برنامج أصل الحكاية مع عماد كودك كل يوم خميس.